تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتنا وحبايبنا وحشتونا، ازيكم عاملين ايه؟ احنا اسفين قبل اي حاجة صلوا على النبي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اولا احنا بنتأسف لكم اللي احنا تأخرنا عليكم. تأخرنا شهرين متهيألي صح؟ هو مش قصة شهرين على قد اللي هو ايه، انتوا اتعودتوا علينا اللي احنا كنا بننزل لكم حلقات بسرعة، فاحنا جينا بقى دخلة رمضان وكده والوقت كان ضيق والعيد والكعبلة والعيد، بس كنا بنحط لكم ايه مقتطفات كده حاجات صغيره. وبعد كده انا والله كنت بمر بازمه صحيه، الحمد لله على كل حال. ألف سلام عليك. إيه اللي حصل معاك؟ باختصارا كده عشان تعالى. لا ولا انا لو هنتكلم بقى ايه يعني، مفيش حاجه مستاهله، عشان انا بسبب الزعل ده قلبي تعبني والنفسيه كانت وحشه وانا رحت المستشفى ونفس ألف سلام عليك. وحاجات كده. لما نحط الصورة تحت اللي انا كنت هموت. بعد الشر عليك. والله بتكلم بجد والله، فاهم. المشكلة لو أصلا كنا اليوم ده قاعدين على القهوة عادي، الدنيا جميلة مفيش أي حاجة، وطلعنا من القهوة بس انا كان جوايا انا كنت مبسوط، حسيت فيه بقول له مالك فيه؟ انا مفيش اي حاجه، اللي هو انا نزلت على القهوه اللي انا بحس ان انا اغير جو كده. لا اللي هو الامر اللي هو ده ستر ربنا برضو، اللي هو ايه لما انا نزلت مع محمد شويه على القهوه فك الضغط شويه، فكيت الضغط شويه، بس ما كنتش قادر اخد نفسي بقى بالليل وكده. لا وكان لازم اروح المستشفى الحمد لله. فيا جدعان بجد والله مش حاجه مستاهله، كل حاجه بتعدي. بالظبط، لقيت نفسك مخنوق معبي، شوف حد من صحابك فضفض له، فك عن نفسك، ما تعبيش جواك يعني بمعنى صح. ممكن تتوضى وتصلي، بالظبط، فاهم انت، لان الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا ان احنا في وقت الغضب اللي احنا نتوضى عشان نطفي النار اللي جوانا دي ونبعد الشيطان، ونغير مواضيعنا برضو بحيث لو انت مثلا واقف بتزعق مثلا اتحرك من مكانك، روح بعيد شويه، اتوضى، صلي كده، غير مكانك، ما تفضلش واقف في نفس الموقف، لان هتلاقي نفسك الشيطان بيلعب في دماغك، لو اشتم اضرب زق اعمل. فلا يعني الحمد لله اللي قعدت على خير، اتحكم في اعصابك شويه. في يا خلينا نكمل جمله يا ابني. وانا بمر بازمه ماليه عاطفيه. اشمعنى انت؟ انا كنت بستعبط بصراحه. الحمد لله على كل حاجه. اهم حاجه بس في حاجه مضايقاني بعد اذنك يعني. احنا على اليوتيوب المفروض وصلنا ل 61 مشترك، تمام، وشكرا لكل اخواتنا يعني وحبايبنا. ففي واحد كل شويه عمال ايه فرحان بالزرار، التكه بيلغي. ممكن واحد تاني يا حمد، مش عارف ممكن يكون هو ممكن هو مش عارف يعني، بس الفكره كلها انت مزولنا يعني، الشركه ما تشتركش، لكن انت ايه 61 ينزل 60، 61 ينزل 60، فانا مش فاهم بالك في ايه. اركز على الموقف. دول اخواتنا اللي متابعينا على اليوتيوب، اخواتنا على راسنا والله. بالنسبه لاخواتنا بقى على التيك توك عشان ما يزعلوش يقول لك اشمعنى 35 واحد كده، 37 واحد. لا شد حيلكم شويه يا جدعان. مش عارف انا بصراحه، كان في واحد حتى اسمه عبده ولا اسمه ايه، عبد الله، حاجه زي كده، كان مشترك متفائل وفي الاخر البطل اتفاعل معانا عشان انا ما جبناش المايكات، بس احنا جبنا مايكات والله، بس طلعت نوعها يعني مش احسن حاجه، بس الحمد لله واحده واحده نجيبوا حاجه احسن يعني. ولا تزعل نفسك عبد الله، اللي انت عايزه علينا عشانك، هو كل اخواتنا برضه عنينا عشانك والله. ما تشغل دماغك يا صاحبي، بعد 7000 جنيه اجيب لك مايك كده واصور لك فيديو اللي انت عايزها. بما ان احنا بقالنا كتير ما بنصورش وكده، فالنهارده عاملين مفاجآت كتير وهدايا كتير. ثانيه خليكم معايا. يا ترى يا استاذ محمد معاك ايه؟ الشنطه عجيبه، الشنطه السحريه. لا ده كده اعلان، ده كده اعلان. مش مشكله، مش بالحب. ثواني قبل ما تطلع اي حاجه، دوت مش اعلان لاي شركه، عشان ما حدش يقول لك عشان احنا اشهر اتنين في مصر، ما حدش يقول لك بقى ايه اعلانات ومش اعلانات. بالظبط. لا الحمد لله ما خدناش فلوس من حد. احنا النهارده هنجرب ايه؟ احنا بنجرب. هو مش هنجرب، ثواني عشان برضه ايه، مش تجربه اللي هي تجربه احنا جربناها قبل كده. بص يا جماعه، هم 3 بس. احنا النهارده جايبين 3، 2 نفس الشركه، ودي شركه دي اندومي وهنا ديت ماربيلا. ماشي احنا هنقيم الطعم. ماشي تمام. هو مش اعلان، هو تقييم، وفي نفس الوقت عايزين نعرف الفرق بينهم، لان في اختلاف بيننا ومحمد. هو بيقول لي ليهم اطعم مختلفه، وانا بقول له كلهم نفس الطعم، يقول لي لا، اقول له فخلاص طبقت دماغنا بقى ايه، هنجيبوها ونجربها. حاجه حلوه برضه كنت افتكرتها دلوقتي، يا ريت منعش ما ياخدش الفكره دي مننا ويجربها. لا يا باشا احنا اصحاب الفكره. ايوه واضيك. لا يا عم لا حبيبنا منعش اخونا والله، واحنا من اشد المعجبين بيه ومتابعين يعني. الزمن دوت 5 جنيه تعمل ايه؟ تجيب واحد ماربيلا. صح، انت ما عملهاش في الفيديو الاخير، تصدق الفيديو ب 5 جنيه
ماشي مالناش دعوه بقى، احنا مش بنقلد اهو. لا مش بنعلق بصراحه، هو مش عشان جت في دماغنا لسه فاكرين الموقف دلوقتي. هنا برضه كان التمثيل كله، بس احنا بنقارن في حته ايه الطعم. شوفوا عنه، بص ده صدق وده صدق. لا ده صدق وده لحمه وده خضار. بجد اه ما هم ده مصنعه كده. ماشي. هتشوفوا الفرق ايه ونقول لكم عليه. بالظبط، وهنستخدم بس ميه بس، مش هنحط اي حاجه، هنحط بس التتبيله بتاعته. التتبيله بتاعته. مش هنحط زيت كمان ولا هنحط الشطه. ممكن شويه ميه ملح قصدي. ممكن بس، لكن مثلا مش هنحط فلفل بقى، مش هنحط بصل، مش هنحط لا هي ميه. والله يا جماعه معلش، انا كان في نيتي لسه بتكلم مع محمد اللي احنا نوزع عليكم الهدايا ديت. اكتر حد متابع معانا ومتفاعل معانا سواء على التيك توك او اليوتيوب، بس مجرد والله يعني فكره الشحن عشان لك كده هي مش قيمتكم، بس مجرد ان انا هكتب بقى هتكلم فيها يعني احنا عندهم مكانكم يعني. انا قلت ايه، احنا اخوات، احنا واحد احنا يعتبر بنكافئ نفسنا عن طريقكم يعني. بس المفاجاه الثانيه والعرض الثاني. لا ما تقولش معلش. لا ما تحرقش المفاجاه. لا يا حمد، انت حرقت المفاجاه الاولانيه، حرقنا المفاجاه الثانيه. يا خساره. هنحلي كابتشينو. ده نوع ايه بقى؟ انا لسه جايبه اصلا دلوقتي، ما اعرفش ده ايه، لسه نزل السوق شكله. لا نزل من فتره وانا جربته بصراحه ما جربتوش. محترم. يوني كافيه. يوني كافيه اطعميه عشان انا اخدت كده وخلاص. هي دي ده كراميل. وريني. كراميل. صورها حمو عشان الناس ايه برضه فيه. ده كراميل. طب احنا هنجربه والله قريب راينا بصراحه يعني. احنا الحمد لله يعني من النوع اللي احنا بندوس في اي حاجه وبنجرب وراينا حلو. مش بندق. انا ما بحبش البندق قوي، بس هجربه عشان اضحى عشان ماشي. هنا ده اوريجينال. اهم حاجه شوف بس بتاع واضحه ولا لا. اوريجينال ده اللي هو الطعم الكلاسيكي العادي تمام. هو ده في منه نسكافيه وفي منه اللي هو كابتشينو، احنا جبنا الكابتشينو. ماشي. وفي شوكولاته. الشوكولاتات شوكولات. ده الشوكولاته تمام. فاحنا كده خلاص بقى، خبي الفلوس بقى. فلوس. انا فاكر كان فلوس. ايوه. الوعي الرسمي المهرجان النهارده. ممكن نعمله كده. مفاجأة أخيرة. أنا أوريكم. في مفاجأة تانية؟ إيه؟ أنا أوريكم الإندومي تحت ميكروسكوب. عندك ميكروسكوب أنت يا معلم. دي مفاجأة. أنت الحالة دي مصرفين ومكلفين بقى. إحنا جبنا الميكروسكوب منين؟ كده إيه؟ جبناه منين؟ أي حاجة محتاجينها. تجربة مثلا أكل ولا حاجة إحنا هنعملها. والله بجد صدق صح؟ يعني ممكن أي حاجة فيها أكل أو حاجة ممكن نحطها تحت الميكروسكوب ونجرب. ده حقيقة فعلا. وانتوا برضك لو عندكم حاجة عندنا عايزين نشوفها إيه تحت. يعني مثلا إيه زي إيه مثلا، ممكن اندومي، ممكن بسكوتات. أكتر حاجة بقى بتحبوها. بالظبط. اللي ممكن حتى تحت الميكروسكوب، بس مش حد يقول لك هات بطيخة حاططها تحت الميكروسكوب. مش لا عادي، انت بتبقى تاخد شريحة. ماشي. بس برضه في عشان ما نخشش على شغل ناس حبايبنا الاكسلانس. هو في حد عامل كده؟ ايوه انت عندك ناس الصراحه ناس محترمه اللي هو الاكسلانس اللي هو بيعمل تجارب دوت او معمل. المشكله اللي انا عشان ما تقولش احنا بنقلد حد والله. لا انا والله شخصيا انا ما بتابعهوش. مش فكره ان انا متكبر بقى واتشهرت بقى بال60 واحد وعموا عيوني. لا لا الفكره مش كده والله بجد ما اعرفوش يعني. او ممكن شفت له كام حلقه بس ما اعرفش حته الميكروسكوب. لسه محمد قايل لي دلوقتي. احلى حاجه اول فيديو عايزين نتعلم من اخطائنا. الفيديو ما يخش 5 دقايق، بقالنا ربع ساعه دلوقتي او ساعه نص ساعه. هو تلت ساعه ربع ساعه. فاهمين؟ الكلام معاكم حلو والله. بس طبعا كل ده يروح في المونتاج. في حاجه كده هتقص طبعا يعني، ولا بتفرق الموضوع وممكن ده اصلا يتقص ده. انا برضك في حاجات انا بقترحها لمحمد يبقى هو يحطها لكم كده في بدايه الشغل. عايزين الكواليس. الكواليس ديت هي حلوه ووحشه. هنديهم مقتطفات مش كل الحاجات. ممكن. ماشي تمام. ايه رايكم؟ دخلها قصدك في اخر الفيديو ولا الفيديو لوحده؟ هنشوف رايهم بقى عشان هم اصلا مش كده. محدش بيتفاعل، محدش بيرد. دي المشكله. ما بتشجعناش والله. عندنا افكار ليكوا ياما كتيره. مش تشجيع. احنا مش عارفين، محدش بيرد علينا والله عشان احنا بقى لسه مبتدئين بقى وما عندناش استوديو والاضاءه الكامله والمايكات لا في ناس بيحسبوا كده بياخدوا بالشو يعني. فاهم انت اللي هو ايه؟ بيتفرجوا علينا وخلاص يعني. لا مش فاهمني اللي هو مثلا عشان خاطر شخص فلاني مش شرط يكون مشهور قوي او ممكن نص نص، بس خلاص بقى عمل استوديو بترابيزه مثلا اللي بيقعد عليها ديت مش عارف ورا ايه فيه اسم ايه وايه اضاءه ايه، وفاهم انت القصه دي. فاحنا عشان غلابه يعني عشان غلابه يعني احنا مننا ليكوا على طول. المهم هنطبخ الاندومي. مش هنطبخه طبخ اللي هو طبخ نسويه يعني. ميه بالبتاع بس وخلاص.